في اجهزه انا حزين جدا ان هي ما نزلتش السوق. طب ايه هي الاجهزه دي يا عم الدولي؟ اقول لك الجهاز اللي في ايدي النهارده قديم. ازاي ما نزلش السوق لحد النهارده؟ كميه اوبشنات رهيبه، ماتيريال محترم، والسحبه قبل ما نبدا الفيديو هوريها لك. مفيش كارتش بيعمل اللي الكارتش بتاع رينكو بيعمله. شركة رينكو مش مستجدة في السوق. شركة رينكو اتكلمنا عن منتج واثنين وثلاثة واربعة وعشر منتجات ليها هنا على القناة قبل كده. شركة رينكو متألقة في البريدجات والبورو، متألقة في البودات اللي بتستخدم الكارتش والكويل. شركة رينكو مستخدمة في اوبشنات وسابقة شركات البودات اللي حواليها. شركه رينكو النهارده جايبه لنا جهاز وانتوا اللي اخترتوه لما نزلت لكم البوست على الفيس وقلت لكم انتوا حابين الشاشه البارزه ولا الشاشه الغطسه. انا برضو كنت ميال اكتر للشاشه البارزه زيكم بالظبط، وكعادتنا وعاده اخوكم الدولي لازم يروق على اخواته. جهاز تاني طالع ليكم، المانتول A2. الجهاز ده طالع ليكم، هنختار من كومنتات اليوتيوب هنا بشكل عشوائي. اعمل السبسكرايب واللايك بتاعك على الفيديو وكومنت واحد. بالله عليكم حد يكرر كومنتات، ادوا فرصه لغيركم انه يشارك وانه يفوز. والاعلان بيكون في ستوريهات الانستا، فلو مش متابع الانستا اديني بقول لك قبل الفيديو ما يبدا. النهارده هنتكلم عن الجهاز، هنشرحه، هوريكم تجربته ومع الاستهلاك اللي انا استهلكته للمنتج دوت. واللي متابع عند الانستا شاف احنا اتكلمنا عنه من كام شهر قبل كده، ولكن لم يحالفنا الحظ ان احنا نصوره. النهارده فيديو سريع، فيديو تشويقي لمنتج يعني يعتبر مش موجود في السوق عندنا، ولكن نتمنى ونستبشر خير انه يكون متوفر قريبا. الجهاز هنا يعني محتويات العلبه انا شايف ان هي اقتصاديه زياده عن اللزوم. مش عارف ليه، يعني ليه حطيت لي كارتج واحد في نفس الوقت شاشه وسنسور وزرار فاير مش بيخليني عايز حاجه؟ ليه مش حاطط لي كارتش تاني؟ ليه مش كاتب لي بدل ما انت كاتب لي A2 ليه مش كاتب لي برو؟ انا بالنسبه لي واخد ان ده هو البرو مش ده الاقتصادي. في ناس او في شركات الامور متلاقطه معاها، فلازم تصحيح. يا اما الشركه دي اللي بتعمل حاجه غلط، الماتيريال ده يمكن يكون هو اللي غلط. يلا بينا على الانبوكسنج ونشوف سريعا كده واستخدام الجهاز دوت ونرجع نكمل كلامنا. ودي علبه الجهاز بتاعنا النهارده، المانتول A2 تبع شركه رينكو. وانتوا اللي اخترتوا ان انتوا حابين الجهاز اللي شاشته بارزه اكتر من الجهاز اللي شاشته مطفيه. بصوا خلينا نشوف الكلام ده بعدين. الوقت العلبه بتاعته بسيطه قوي، يعني انا في نفس الوقت الجهاز ده بالنسبه لي حاسه منه برو، وفي نفس الوقت هو اقتصادي في محتويات العلبه. فزي ما هنشوف دلوقتي العلبه ومحتوياتها وشكلها مع بعض. هنا جايب لك كل التفاصيل بتاع السوشيال ميديا بتاعتهم. وهنا الجهاز مكتوب لك بيشغل RDL وMTL نفس ضيق ونفس واسع، وعندك الاير فلو سيستم. وهنا عندك حجم الشاشه اللي هي بوصه الا 4 من 10. وهنا بيقول لك ان هو متوافق مع كل كارتجات المانتو تبع شركه رينكو. 1000 ملي امبير حجم البطاريه. وده الجهاز اللي معانا النهارده وكابل الشحن. وده معانا اليوزر مانوال بتاع الA2. وعندك دي شهاده كواليتي من الصين ذات نفسها للمنتج. تعال بقى نشوف الجهاز واستخدامه والشرح بتاعه. عندك جهاز معمول من الكربون فايبر اللي بصراحه شايفه مطفي، مفيش فيه تبصيم، مفيش فيه اي حاجه. هي شاشه بس اللي فيها شويه بصمات حلوه بصراحه. عندك تحت هنا 1000 ملي امبير. عندك من الجنب هنا مدخل الشحن، وفي نفس الوقت ده التحكم في الاير فلو. وزي ما انت شايف كده التحكم مفتوح، مفيش فيه شرط زي ما احنا متعودين. فهنا في RDL هيبقى استخدامه عامل ازاي؟ توقع معايا. الناحيه التانيه عندك الفراغ يا باشا بينادي لنفسه هنا. وعندك الظهر يا باشا الكربون فايبر. بص ملبس بص اسمع كده الصوت. شفت الخرمشه بتاعت هاني فود؟ هي دي بالظبط. الكارج اللي بيجي مع الجهاز هنا 2 مللي مش 0.8، بيشغل معاك من 13 واط لحد 18 واط. الجهاز من جوه هنا عندك البنيتين والماجنتيك ومدخل اير فلو وفتحه السنسور. 5 ضغطات على زرار الباور يفتح لك يا باشا الجهاز بتاعك كده النهارده. بص شاشه وحركات ورسم والنبي دلع، والله العظيم دلع. ده المفروض يجي مع الجهاز مش كارتج واحد، لا يجي معاه 3 كارتج ويتكتب عليه برو ماكس. عندك هنا 12 واط الشاشه. عندك السيستم اللي فوق هو الباور، عداد ثواني، عداد بفات، وفي نفس الوقت المقاومه تحت. ده مستوى شحن البطاريه. دوس تاني يا باشا على زر الباور. بص عندك بقى اوبشنات قد ايه، تحس ان هنا في بورد الكمبيوتر، ده مش جهاز عادي. ده النظام البر اللي احنا شغالين عليه. تحت هنا ده النظام السمارت. هنا نظام السمسات، نظام السمارت اللي بيقرا الكارتج ويحدد لك المقاومه والوات المناسب. هنا السمزات، تعال ندوس كده دوستين تاني. خش على السمزات دوسه طويله. احنا ده السمز الاول، هنخش على السمز التاني كده اهو. بص الجمال والدلال.
بص الحلاوه والشياكه. ايه يا عم ده؟ تعالى يا باشا نغير دوستين تاني. انزل كده على السمزات، ننزل تحت نجرب السمز التالت. يا ولا والله يا جدعان ما في احلى ولا اشيك ولا اروق من الكلام ده. هنا عندك ده البفات، يمسح البفات. عندك اللايتنينج ده نظام بس لازم لما ايه نكون مشغلين الكارتج يعني. ده بالنسبه لنظام الاضاءه واللايتنج اللي هو الضوء ده. عندك هنا في لمبه اشعارات لايت، لازم لما تيجي تسحب بيشتغل. او يعني بص لما نيجي نملى الكارتج هنقول فيه ايه دلوقتي. هندوس دوستين على البف هنا، وعندك هنا كلر ديت. بص كميه الالوان اللي الجهاز ده بيقدمها لك. يعني احنا على اللون الاحمر دوت، تعال نجرب اللون الازرق او الباربل دوت. ندوس دوس طويله كده. بص التفصيله بتاعت اللون الاسود مع اللون الازرق في الشاشه. والله العظيم انا اعرف اجهزه باغلى من كده واقوى من كده وما فيهاش كل الاوبشنات دي. هندوس دوستين يا معلم وننزل كده ايه، نشوف مثلا السمزات. احنا جربنا السمز الاول، تعال نجيب السمز الاولاني. بص السمز مع الازرق كريم من شويه كان على الاحمر كان عامل ازاي. تعال ندوس دوستين تاني، ننزل كده على السمز. تعالى نجرب ده على الازرق هتلاقيه طرش الطرش. بص ندوس دوستين تاني، عندك كميه الوان هنا بقى ايه رهيبه 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 رهيبه. نجرب الاصفر كده مع بعض. بص الكلام والدلال، بص الحلاوه والشياكه. تعال نبص الابيض ايه يعني. انا اشوف برضو فكره جديده. بص ايه الدلال ده، والله العظيم ايه الدلال ده. دوستين كده. تعال نغير السيمز. اول واحده، لا انا حبيت ده، شكرا. تعالى بقى نبدا نملى الكارتش بتاعتنا النهارده. ونظام الملي بتاع جانبي علوي مش جانبي سفلي. بص الكارتش طويل ازاي، يعني الكارتش فيه طول نازل لحد تحت، مش من الجنب هنا، لا من الجنب من فوق. يعني ده انا بالنسبه لي ده سايد جانبي يعني. والليكويد المستخدم معانا النهارده هو روسليس. روسليس هو الشركه الرئيسيه للودد، لو الناس عارفين ايه هو لودد. ده المنتج بتاعهم السلط الجديد تبع شركه روسليس. ده منتج ووتر ميلون ايس، بس مش الايس اللي احنا عارفينه او السوبر ايس او التلج، مفيش الكلام ده. ده هنا الايس العاقل، ايس ابن ناس. هنبدا دلوقتي نملى الكارتج مع بعض. وده يا جدعان برضو معلومه ليكم، ده 35 ام جي، يعني 35 نيكوتين. وفي نفس الوقت الازازه هنا 60 مللي. معنى ان الازازه تبقى 60 مللي ده تحيلنا بايه؟ ان بره بيتعاملوا مع السلط ازاي. تعالى يا باشا نبدا نملى. والمدخل بتاع الكارتج هنا بتاع ملي الليكويد واسع، مش ضيق، مش الضيق الرخم. كنا جربنا احنا في الروميو كان ضيق سنه كده، هنا مش ضيق. نبدا بقى نشيل اللزقه من تحت كده. كده ايه الكارتج بانت معانا كل تفاصيلها من تحت. تيجي بقى نركبها على الجهاز ونشوف هتقرا ايه. قرت على طول 0.8 بيس 13 ل 18 واط. تختار الوات اللي انت عايزه يا معلم. انت هنا على نظام الباور، فايه لو قلبناه مثلا كده دوسنا دوستين ونزلنا على نظام السمارت، هو هنا هتلاقي ال 18 واط تلقائي افضل واط على المقاومه اللي راكبه الوقت اللي هي 0.80 او 0.8. الجهاز هنا بيشتغل على ثلاث مقاومات، ال 0.5 وال 0.8 وال 1. على طول. دول لاستخدامك عشان تجرب الار دي ال بال 0.5. وهنا لو عايز الام تي ال 0.8 و 1 بوينت على طول يا معلم. بتجرب عليهم دوت وبتجرب عليهم دوت. هنجرب الاتنين دلوقتي ونطلع نتكلم فيهم في الفيديو لما نيجي نتكلم فيه. يلا بينا. من اغرب الحاجات اللي قابلتني وانا بجرب الجهاز دوت ان عندك حاجه غريبه قوي. لو جبت اي بود تاني مثلا وفتحت فيه الاير فلو على الاخر وانت بتشرب ام تي ال، هتحس ان الجهاز في تقطيعه في السنسور بسيطه. لا، هنا الاير فلو مفتوح على الاخر. وهعمل كده، سنسور بيتلكك انه يشتغل. سنسور حرفيا مظبوط على الشعره. قبل برضو ما نتكلم في حاجات تانية، عايز اوريك سرعه استجابه الزرار اللي هنا. بص كده، بص بص اللمسه بتخلي الزرار يضرب على طول. طب احنا عايزين نقفل الزرار دوت، هندوس 4 ضغطات، 1 2 3 4. بص كده الزرار مش شغال خلاص. 4 ضغطات الزرار بتاعك بيقفل. عايز تشغله تاني، 1 2 3 4. الزرار اشتغل معانا. ايه رايك؟ والله يا جدعان في اجهزه استخدامها سلس قوي، في نفس الوقت محشوره امكانيات ومحشوره اوبشن ومش واخده حقها في السوق عندنا. مش قادر احدد المشكله او نقطه ان منتجات حديثه ما بتنزلش، او ليه التنافس عندنا ماسك بين شركتين 3 4 هم اللي مسيطرين او هم اللي طاغيين في السوق. برغم ان انت لو رحت اي معرض فيب حرفيا زي معرض دبي، شركات، بودات، اسامي اول مره تشوفها في حياتك، كل الحاجات دي موجوده. الخامه اللي معمول منها الديفايس هنا اللي هي الكربون فايبر. الجهاز حرفيا ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي.
انا ما مسكتش جهاز فيه الكربون فايبر حرف يعني جامد كده. يعني الجهاز مثلا انا شلت منه الكارتش اكتر من مره، حاولت ان انا اقشر. يا عم قول دي ورقه، يا عم قول دي ورقه وملزوقه، مش ورقه، مش ورقه. هنا ده كربون فايبر حقيقي. انا مش فاهم ازاي يعني اجي من تحت اقشر، اقول مثلا يمكن هي ورقه ولازقينها بالصياعه. مفيش منه الكلام ده، ما بيتفكش اللزق ده، او مش لزق، هو كربون فايبر. ولكن احنا لما بنقابل كربون فايبر بنلاقي طباعه، بنلاقي لزقه، بنلاقي حاجات غريبه. هنا مفيش الكلام ده خالص. الكارتج اللي 2 مللي مع الضغط بتاعه والثرو هيت اللي فيه ورفع الكارتج مش عريض. فلذلك لما يكون الكارتج طويل، قلنا لك قبل كده ان طول الشمني بيأثر او بيوصل لك الثرو هيت بشكل اسرع وبيظبط لك الكلاود والفليفر. هنا عندك بقى الكويل كبير، الكويل مش صغير. بص الكارتج هنا عامل ازاي، الكارتج عالمي. الكارتج بص حجم الكويل جواه جبار. انا من الكارتجات اللي مخلياني منبهر مؤخرا الكارتج دوت، جربت عليه اكتر من نوع ليكويد. عالمي 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 عالمي. احنا كنا بنجرب مثلا من اول ما فتحنا الجهاز واحنا بنجرب الروسلس البطيخ السلط، احنا برضو بنجرب عليه برضو نفس الليكويد بس دي ال. احنا هنا دي المقاومه 0.8 ومركبين الكارتج الثاني بتاع 0.4 بنجربه برضو على روسلس دي ال 120 مللي 3 ام جي 3 نيكوتين. طب هل انا بشرب 3؟ لا انا بشرب 6. طب هل اداء النيكوتين حلو؟ اداؤه جبار. ايه يا عم، ايه الحلاوه دي؟ اللي عامل الكارتج صايع، اداؤه جبار، رسمته والرفع اللي داخل عليه يمسك في البق كده تستمتع. يعني الكارتج رفيع وفي نفس الوقت مديك حته كده اللي هو ايه، انت هتمسك الكارتج ببقك، نفس حاجه رفيعه كده لذيذه. انا مبسوط، انا عاجبني اداء الفليفر، اداء الثرو هيت، اداء كل تفاصيل الليكويد اللي ظاهره في الكارتج. اللي انا بالنسبه لي الكارتجات ما بيظهرش فيها كل الطبقات، لا هنا ظاهر كل انواع البطيخ اللي انا بشربها في الليكويد دوت، لانه مش نوع واحد، ده اكتر من نوع ميكس. ما بيظهرش اكتر الا على التنكات، فانه يظهر على الكارتج هنا فده شيء خرافي، شيء جبار بالنسبه لي. نيجي بقى نجرب المقاومه ال 0.4. نيجي نجيب الكارتج الثاني، تعالى كده. احنا ركبنا ال 0.4 وقرنا 0.4 اهو بيست لحد 30. افتح الاير فلو، مش هتكلم، انا مش هتكلم، هسيب لكم الفرصه انتوا تتكلموا. مدخل الشحن هنا الشركه بتقول لك انه بيدعم شحن سريع. انا بقول لك ايا كان البود، ايا كان البراند اللي بيقول لك اشحن شاحن سريع، فكك منه. نقي ابرد راس عندك، نقي ارخم راس شاحن عندك واشحن عليها، تكون ابطا حاجه دي او ده الصح. عشان التشبيه اللي هنا مع نوع البطاريه مع الكهرباء ممكن تقطع تيجي تغفلك في اي وقت، لا تبقى الكلام ده كله انت في غنى عنه او في غنى عن المشاكل دي كلها. ولو عايز معلومات اكتر عشان تحافظ على الكارتج والجهاز بتاعك لاطول فتره ممكنه، فعليكوا على الانستا يا معلم. هناك بنزل شويه ريلزات بشرح لك فيها استخدام، مشاكل، بنحل لك مواضيع، اي جهاز فيه مشكله بنتكلم في الموضوع ده هناك. فاللي مش متابع هناك فهو فايته نص عمره. ولو مش متابع الفيس برضه، لان بننزل عليه حاجات برضه بشكل مستمر وعندنا مناقشات ومواضيع وشويه. بص الفيسبوك ده قصه والانستجرام قصه تانية. اللي حابب يشارك في النقاشات والمواضيع بينا على الفيس، اللي حابب يتفرج ويتعلم اكتر يبينا على الانستا. اما بقى لو مش عامل هنا السبسكرايب وناس اللايك، فانا بفكرك يا رايق، اخوك الدولي يمسي عليكم بيقول لك دمتم صادقين في حبكم، ويا رب افضل عند حسن ظنكم. سلام.